وكانت المبادرة القومية لبناء مصر جديدة بسواعد مصرية نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. اليوم نبدأ رحلتنا داخل كلية هندسة المطرية، التي تعد أحد الصروح العلمية التي أنشئت عام 1955 تحت مسمى المعهد العالي الصناعي، ومرت بمراحل عدة من التطوير العلمي حتى تخرج منها عام 1979 أول دفعة من كلية هندسة المطرية، لتصبح بوتقة لتخريج جيل من المهندسين يساهم في البناء بالعلم والابتكار. كلية الهندسة المطرية ليها رؤية واضحة ورسالة واضحة محددة في 3 محاور رئيسية. المحور الأول إن احنا بنطور عملية التعليم، تعليم الطلاب عشان يبقى لنا خريج يقدر يتنافس في السوق المصري والسوق الخارجي زي الدول العربية كحد أقصى دلوقتي. المحور الثاني الحقيقة اللي بنشتغل عليه هو البحث العلمي، وفي البحث العلمي احنا عندنا الحقيقة مجالات مبتكرة كتير موجودة في الهندسة المطرية في كافة المجالات على أقسامها العلمية، مدني وعمارة وميكانيكا وسيارات. ولكلية هندسة المطرية رؤية تسعى من خلالها أن تكون مؤسسة تعليمية بحثية متميزة في العلوم الهندسية وتطبيقاتها لخدمة المجتمع. وعندنا في هندسة المطرية المحور الثالث بيتكلم عن خدمة المجتمع، والحقيقة ده محور من المحاور الرئيسية اللي بنشتغل عليه، خاصة ان الهندسة المطرية موجودة في بيئة الحقيقة بتحتاج للتطوير بشكل قوي، اللي هي منطقة عين شمس بأرض النعام. فبنشتغل الحقيقة بالتعاون مع الأحياء وحي عين شمس بصفة خاصة والمنطقة المجاورة للكلية في تطويرها من حيث النظافة والمحافظة على البيئة وخلافه. ولأنها صاحبة دور خدمي تعليمي بإعداد كوادر هندسية وعلمية متميزة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل والريادة في إجراء البحوث العلمية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. ليه حقيقة تجربة حابة ان انا اتكلم عنها. بالنسبة لي دي اخر سنة، يعني دي سنة التخرج في الكلية. فكانت اخر اجازة بالنسبة لي، كانت اخر اجازة اللي هي اجازة اللي هي سنة بتاعت 2015. كنت شايفة انه خلاص فاضل سنة وهتخرج، ف اللي هو يعني سنة وهبقى يعني عندي لقب مهندسة. طب هل انا يعني اقدم مسؤولية هذا اللقب؟ كان بالنسبة لي دي آخر أجازة، فكان لازم أستغلها في إني أتعلم حاجات كتير. الحقيقة كان عرفت من شركة مجموعة المهندسين الاستشاريين إنها كانت عاملة برنامج اسمه برنامج من الجامعة إلى العمل، وظيفته إن هو يربط ما بين مجال يعني الدراسة اللي إحنا بندرسه في الكلية واللي إحنا هنشتغله بعد ما نتخرج من الكلية، لأنه لازم يكون في عندنا علم الشغل بيبقى عامل ازاي، الشغل في المواقع الهندسية على اختلاف هذه المواقع، في سواء كان المنشآت او مشاريع خرسانة ومشاريع ستيل. فانا اتعلمت ازاي لما اخرج هعرف ان انا استخدم هذه البرامج في الشغل. معمل هندسة الطرق والمطارات يعد من المعامل الهامة داخل كلية هندسة المطرية، فالمشروعات البحثية التي تنفذ فيه تساهم في المشروعات القومية كتطوير الطرق التي يصفها الأستاذ الدكتور عبد الظاهر مصطفى أستاذ هندسة الطرق والمطارات
بأن الطرق مثل الشريان أو الوريد في الجسد. معمل الطرق الحقيقة من المعامل الحديثة في الكلية، عمره حوالي 3 سنين. المعمل ده الشغل اللي انتم شايفينه فيه حاليا ده هو أكبر دليل على مدى تفاعل المعمل اللي هو أحد معامل قسم الهندسة المدنية وأحد معامل الكلية اللي عددها حوالي 26 معمل، مدى تفاعله مع الصناعة. كل العينات اللي موجودة في المعمل ده والشغل اللي بيتم حاليا ده هو شغل الحقيقة مع الصناعة، طبعا بالإضافة إلى شغل الأبحاث اللي بيقوم به المعمل. الشغل اللي مع الصناعة بيعتبر الأساس فيه كواليتي كنترول أو اللي هو ضبط الجودة. بيشتغل مع محافظة القاهرة، بيشتغل مع مديرية الطرق، بيشتغل في عدة أحياء الحقيقة كثيرة لضبط جودة الخلطة الأسفلتية. وبنشتغل أبحاث كثيرة الحقيقة، ومن ضمنها حاجات تهم الحقيقة الدولة بشكل خاص، زي إعادة تدوير المخلفات. إعادة تدوير المخلفات، احنا بناخد المخلفات بتاعة الأسفلت ونعيد استخدامها بحيث ان احنا نقلل من استهلاك الموارد اللي موجودة المتمثلة في كميات الزلط والرمل اللي موجودة في الدولة. بنستخدم إعادة تدوير المخلفات للأسفلت المعيب اللي فيه عيوب ظاهرة. بنعيد تدويره، بنضيف له إضافات كيميائية، بنضيف له إضافات بسيطة بحيث ان احنا نحسن من خواصه تاني ونعيد استخدامه. من حوالي سنة الدولة استعدت للكلام ده، ومن خلال هيئة الطرق وكان على رئاسة الهيئة ساعتها الدكتور سعد الجيوشي اللي هو حاليا وزير النقل، كان استورد الحقيقة العديد من الماكينات اللي هتشتغل في إعادة التدوير. ماكينات بتشتغل في إعادة التدوير على البارد اللي بنسميه الكولد ريسايكلينج، ماكينات بتشتغل في إعادة تدوير لطبقة الأساس، بتبشط الأسفلت والأساس وتحوله إلى طبقة نأسس عليها أقوى من الأول. والحقيقة الدكتور سعد من ساعة ما مسك الوزارة ساهم في إنشاء شركة جديدة تبقى متخصصة الحقيقة في الصيانة، هتشتغل على إعادة التدوير وعلى صيانة الطرق بشكل علمي وبشكل منظم باستخدام الأجهزة الحديثة. احنا الأول هنتكلم عن تطوير شبكة الطرق في الجمهورية ككل. احنا عندنا في حاليا الحقيقة اللي هو المشروع القومي لتطوير الطرق. المشروع القومي الحقيقة لتطوير الطرق ده بينشئ حوالي 3000 كيلو وكسور في المرحلة الأولى، وقد يكون أقل قليلا في المرحلة الثانية. تخيل أن الطريق ده عبارة عن شريان في جسمك أو وريد بينقل الدم من القلب إلى مكان. فدور الطريق على الأرض دوره المساهمة في حركة نقل الركاب والبضائع. فكل ما تنشئ طرق وتخلي حالة الطرق دي جيدة، كل ما حركة نقل الركاب والبضائع تبقى آمنة وجيدة، وفي نفس الوقت ده معناه ان انت بتنقل حياة او بتزود منابع الحياة على ارض الجمهورية. فالمشروع القومي الحقيقة ده احد الطفرات التنموية اللي هتساهم في رفع كفاءة الحركة داخل الجمهورية ومن والى الجمهورية الحقيقة من خلال مواني الجديدة اللي بيتم انشائها والمطارات الجديدة اللي بيتم انشائها. ويعني نقدر نقول ان التنمية بتبدأ في اي دولة بانك يحصل تقوية لشبكة النقل فيها. شبكة النقل متمثلة في كافة الجهات بقى، سكة حديد وطرق ومطارات ومواني، يعني اي جهة بتشتغل في النقل. فده حاليا الحقيقة هو احد المهام الاستراتيجية للدولة. نمرة 2 بقى ازاي نخلي ان الطرق بتاعتنا الحقيقة في حالتها جيدة. عندنا مشاكل كتير جدا الحقيقة، خاصة لما نتكلم عن القاهرة. القاهرة التطوير فيها الحقيقة محفوف بالمخاطر نتيجة لازدياد عدد السكان. وتخيل ان الطريق ده في الاخر زيه زي اي حاجه في الدنيا، ليها حمل مسموح بيه، ليها حركه، عدد من العربيات مسموح بيها. احنا تعدينا الحقيقه للاسف حدود الاعداد المركبات والاحمال بتاعتها نتيجه لمخالفه القانون. وامثله على الكلام ده طريق الاوتوستراد. الطريق ده طريق جيد جدا، ولكن نتيجه لاحمال المركبات اللي بتتحرك عليه باستخدام زي اماكن زي شق التعبان وخلافه اللي بتشيل احمال كثيره فوق العاده بتاثر على الطريق. لكن حاليا بدانا نطور في الكلام ده من خلال طريق زي طريق السويس. الحقيقه طريق السويس بيتم فصل حركه النقل الثقيل عن النقل الملاكي، وهتلاقوا بعد الدائري الاقليمي لحد مدينه السويس الطريق مقسوم الى جزئين، جزء للملاكي 3 حارات في كل اتجاه، وجزء للنقل الثقيل
جزء اسفلتي اللي متجه للسويس لان العربيات بتبقى فاضيه، وجزء خرساني بقى في الناحيه الثانيه اللي هي العربيات وهي محمله. ففي سبل عديده الحقيقه ان احنا نطور ونقلل من العيوب اللي موجوده دي. التنسيق بين الباحث العلمي ومؤسسات الدولة شيء هام لتطبيق البحث العلمي على أرض الواقع، وهذا ما نجده في إعادة تدوير مخلفات الأسفلت، وذلك لاستخدامها في رصف الطرق. وفي هذا الإطار هناك تنسيق كامل بين هندسة المطرية ووزارة النقل. بنشتغل داخل الكليه الحقيقه على اعاده تدوير المخلفات، وده يعتبر خدمه للمجتمع الداخلي للكليه. بنشتغل في تطوير الحقيقه السوفت سكيلز او القدرات الشخصيه للموظفين وللطلبه والاعضاء هيئه التدريس، وده الحقيقه بيخدم عده محاور. اهم المحاور دي بيخدم كيفيه تعامل الموظف مع الطالب، بيخدم كيفيه تعامل عضو هيئه التدريس مع الطالب، بيخدم كيفيه تعامل المجتمع الداخلي كله مع اي حد من المجتمع الخارجي. وكما نطور في البحث العلمي، نبحث أيضا في تطوير قدرات الشخصية سواء داخل الكلية أو خارجها. أنشأنا في كلية الهندسة والمطرية 3 برامج خاصة، برنامج متخصص في الطاقة الحقيقة، وبرنامج إنشائي، وبرنامج عمارة رقمية. كل الحاجات دي الحقيقة بتصب في الآخر في إن إحنا بنطلع الخريج ده بيخدم المجتمع بشكل مباشر، بيبقى لائق وأسلوبه لائق في الحقيقة في التعامل مع الآخرين. كمان البحث العلمي بيطور في كافة المجالات. نفسي الهندسة في مصر تعمل حاجات مختلفة، أنا نفسي أعمل مشاريع وتصاميم مختلفة تكون موازية ومشابهة تماما وأفضل كمان من حاجات تتعامل بره، وتكون آمنة اقتصاديا وطبعا هندسيا تكون آمنة. البحث عن سواعد مصرية تبذل الجهد والعطاء.